السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بفيديو جديد أو حلقة جديدة اليوم يا أخوان. أهلا وسهلا، نورتوا قناة صادق الحمداني. قبل أن نبشر بهاي الحلقة لا تنسون اللايك والاشتراك، خلينا نوصل إن شاء الله 17 مليون ألف مشترك. قبل أن نبشر بهاي الحلقة لا تنسون، أعيد وأجدد، لا تنسون اللايك والاشتراك. اليوم عندنا فيديو مع غلاف الجوي وما يتك، فيديو بأنواع الحكايات والصور تقريبا غازات اكسيد الكربون. اي شيء اليوم احكي لك كلش موجود بهذا الغلاف الجوي بمن هذا تقريبا هذا الغلاف الجوي هاي مالت مين يتكون. قبل أن هسه خلينا نبلش بهذا الفيديو. 2000 years. غلاف، أولا نحكي عن غلاف الجوي، جزء من الكرة الأرضية يمثل طبقة الهواء التي تحيط الكرة الأرضية، ويتألف عدد غازات ضرورية لحياة الكائنات الحية، من أهمها غاز النيتروجين الذي يشكل 78% تقريبا، ثم يلي غاز الأكسجين الذي يشكل 21 تقريبا، أي 5 كميات الهواء. ولا تبقي من الهواء 1% غازات أخرى مثل ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. تغير نسبة مكونات الهواء، نسبة الهواء الجوي من مدينة إلى أخرى، تزيد النسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في هواء المدن الصناعية المزدحمة بالسكان، وذلك لكثرة المصانع والعمليات الاحتراق، وعملية الاحتراق. أما في من المدن الزراعية فتزداد نسبة الأكسجين بسبب إنتاج النباتات لدى غاز ثاني. عملية البناء الضوئي تقريبا تزداد نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء من المدن الصناعية وحدها. تقريبا هاي غاز ثاني أكسيد الكربون هاي مالت الصورة. كما تتغير نسبة الأكسجين في الارتفاع على المكان حيث تقل نسبة ارتفاعها عن سطح الأرض لذا نحلف إن مستلقي الجبال يعانون من صعوبة التنفس، كما تقل نسبة في المكان الملقى كما في المناجم والنفق. تقل نسبة غاز الأكسجين كل ما تزداد الارتفاع عن سطح الأرض. هاي شمس وما أدري هاي شجرة، ما أدري اللي صار في الشجرة ما أدري. انت لما تزداد نسبة الأكسجين مع الاحتراق؟ الفكرة الناقد بين أسباب الاحتراق نسبة مكونات الهواء الجوي في المدن. هاي الصفحة خلصناها. نجي ما أهمية الغازات المكونة الغلاف الجوي. شو يقول؟ الغازات الغلاف الجوي أهمية كبيرة في حياتنا، ونذكر بعض هذا ونذكر بعض هذا الغازات وأهميتها بصورة موجودة. أولا الأكسجين غاز ضروري لعملية التنفس. الكائنات الحية إذا ينفذ قسم منها الغاز الأكسجين بصورة حرارة أو شكل معذب أيا ما، ويستخدمها الغصون في أعماق البحار للتنفس. سؤال: لماذا يستخدم الغواص قنينة خصاصة تحتوي على غاز الأكسجين؟ هذا السؤال جاوبوا لي تحت التعليقات. هذا السؤال قدامكم، جاوبوا لي تحت التعليقات. خشوا فيها عبقري جدا. اثنين، النيتروجين. لولا هذا الغازات
عن نشرات الحرائق بشكل سريع ويحسب إيقافها، فهو يلقى من شدة الفعالية الأكسجين، كما يدخل النيتروجين في تركيب أجزاء من قسم الإنسان والبروتينات والموجودة في بذرة في بذور البقوليات البقوليات والفاصوليا والبازلياء. يعني هاي خليني احكي لكم مثل البقوليات، مو البقلة والفاصوليا والبازاليا هيج أصلا. غاز ثاني أكسيد الكربون، تستخدم النباتات هذا الغاز في عملية البناء الضوئي، لذلك فهو ضروري حياة النباتات الخضر، كما يستعمل من أطفاء الحرائق لأنه غاز ثقيل يحيط بنار المشتعلة فيضيفها. قبل لا نبدي بالهاي، كل عام وانتم بألف خير، عيد مبارك للجميع حبايبي. ان شاء الله انا اخر يوم رمضان جاي اسوي هاي الحلقة، وان شاء الله يعني قبل العيد يوم واحد، يعني اخر يوم رمضان الكريم نصور بهاي كل عام وانتم بخير، ان شاء الله سنة سعيدة لكم، وهاي اسعد العيد مبارك ان شاء الله. خاف ما اطلع لكم قبل العيد، يعني ورا العيد اصور لكم، خلنا عينكم من هسه. كل عام وانتم بألف خير. ان شاء الله ننزل لكم فيديوهات بالعيد، فيديوهات عن العيد، فيديوهات مخصصة، فيديوهات يعني مع النجم، اي شيء مع الإمام الزرقاء. ان شاء الله هذا الفيديو السابق من هذا الفيديو قلت لكم حنجيكم الإمام الزرقاء بالفيديو القادم، بس اني هذا الفيديو يعني شفته مهم حيل، شفته مهم يعني الكتاب، قلت خلنا اعطيكم معلومات عليه، قلت وان شاء الله بالفيديو القادم الإمام الزرقاء قصة كل شيء. زين السؤال، لماذا نستخدم غاز المضغوط لثاني أكسيد الكربون في أطفاء الحرائق؟ سؤالين جاوب وياهم تحت التعليقات. 4. إخار الماء والغازات الأخرى تختلف نسبة بخار الماء من مكان إلى آخر. في المناطق الصحراوية يعد الهواء جافا، وذلك لأنها نسبة بخار الماء فيها قليلة. أما المناطق الساحلية فتتكون نسبة بخار الماء عالية، لذلك يعد الهواء رطوبا ويساعد بخار الماء على تلطيف المناخ وهطول الأمطار التي تعتمد عليها الجفاف من المزروعات. زين، يحتاج الغواصين إلى غاز الأكسجين أعماق البحار. صورتها يدخل النيتروجين في بذور البقوليات، هاي صورتها. يستخدم غاز ثاني أكسيد الكربون في نطف الحرائق، هاي صورتها. يساعد بخار الماء على تلطيف البحر، هاي صورتها. هسه وصلنا إذا الصفحة الثانية، تقريبا هاي كل وحدة حتطلع لكم في الشاشة. وصلنا كيف تحافظ على ثبات نسبة مكونات الغلاف الجوي. يلا، الهواء مهم في حياتنا والضروري جدا، بل لا توجد بعض الغازات في جو الكائنات الأرض شديدة البرودة ويستحل الحياة عليها. إن هذا الغازات بخصوصها ثاني أكسيد الكربون تحمس حرارة الشمس وتمنحها من التسرب الفضاء الخارجي، وهي تشابه بذلك عمل البيوت الزجاجية التي تخزن الأهداف فيها، ولكن فيها القصود الآخرة بسبب زيادة تلوث الهواء لكثرة محلفات المصانع. ارتفاعات نسبة هذا الغازات في الجو ما أدى إلى امتصاص كميات أكبر من الحرارة، وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة سطح الأرض. نحافظ على التنظيم الطبيعي المكونات الهواء شيء مهم. لا تستمر الحافظ على صحة الكائنات الحية، لذا فإن
لذا فإن استمرار الزراعية وتشجير الأماكن الصحراوية والمدن التي تستخدم صحة الوسائط النقل يقلل من نسبة تلف الهواء. سؤال إجاكم سؤال مهم، ما أهمية حافظ على توازن مكونات الغلاف الجوي؟ هاي سؤال مهم. خلصنا من هاي الصفحة إلها فقط النشاط. قراءة الصورة هي ما شبه بين عمل كل من البيوت الزجاجية وغاز ثاني أكسيد الكربون في غلاف الجو. تقريبا هاي سؤالاتها. النشاط بخار الماء أحد مكونات الهواء. أحاضر قينمة من برودة أو مثلجة الجراب. انشر القينة بقطعة من القماش الجراف من الزجاج حافظ ترك الفيقة المغلط على أطوال مدة الزمان. استنتج ماذا تتكون على جردان القينة الزجاجية ولماذا. خلصنا السؤال الثاني. سألتكم سؤال حلو، سوى السؤال يعني أقول لكم اختيارات، اختيارات. سؤال حلو يعني. السؤال شو يقول؟ المفاهيم الأساسية اختار الإجابة الصحيحة. زين. الغاز الذي يستخدمها النباتات في عمليات البناء الضوئي هو منه؟ الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون، النيتروجين، الهيدروجين. ذني اختار واحدة منهن وجاوب لي تحت التعليقات. هسه نروح للسؤال الثاني. يمكن سؤالات تسألكم بس هو سؤال يعني اكو سؤالات بمهمة حيل. يمكن الإنسان أن يعيش ما طبقات غلاف الجوي. غلاف الجوي. يمكن الإنسان أن يعيش عدد الأيام بدون ماء أو طعام شخصي أو طعام، ولكن لا يستطيع العيش أكثر من بعض الدقائق دون هواء. كذلك جميع الكائنات الحية تحتاج إلى هواء لكي تعيش. تكون غلاف الجو الذي يحيط بالكرة الأرضية خليط من الغازات وتمتد إلى الارتفاعات العالية ويمكن الأرض تقريبا طبقات الغلاف الجوي هي غلاف يتكون الغلاف الجوي من عدة طبقات تتكون ترتيبها حسب حجم الحرارة نحو التي. أولا غلاف الداخلي، غلاف طبقتي، غاز الوزان، غلاف غلاف المتوسط، غلاف الجوي، غلاف الحراري، غلاف الخارجي، الشمس. تقريبا غلاف الداخلي الطبقة الأولى من غلاف يعني غلاف الخارجي وغلاف الحراري. خلنا نحكي تعريفي كمان. غلاف الداخلي الطبقة الأولى من غلاف الجوي وقرب إلى سطح الأرض تحدث فيها التغيرات الجوية كالأمطار والرياح والرطوبة. غلاف الطبقتي هي طبقة تقع على غلاف الداخلي وتتميز بتحواها على غاز الأوزان. غاز الأوزان وهو غاز الكائنات الحية الذي يحمي كائنات وهو غاز يحمي كائنات الحية من أشعة الشمس. تخلو هذه الطبقة من البخار بيانات جوية وحسب ذلك يمكن الطائرات أن تنحط فيها. غلاف متوسط يقع على غلاف طبقتي وهي كبيرة جدا لأنها تسد الجوانب السماوية التي تسقط على كالشهب والنيزك حيث تحترق هذا الأحجام في هذه الطبقة قبل وصولها إلى الأرض. غلاف الحراري هي الطبقة الرابعة من غلاف الجو ترتفع فيها درجات الحرارة. غلاف الخارجي هي أعلى طبقات الأرض، هي أعلى طبقات الغلاف الجوي وبعدها عن سطح الأرض أقرب إلى الفضاء الخارجي وهو طبقة رقيقة جدا تنشأ
تدريجا وتتميز بها من الهواء فيها نادرة الوجوه الغالب بسبب قلة جاذبية الرفاعية حيث تسبح فيها الأقمار الصناعية. هاي سؤالات قلت لكم كلش مهمة. ما أشعة الشمس؟ يا عادية هاي أشعة الشمس طبقات الأرض تقريبا. أشعة الشمس يقصد بها أشعة الشمس هي الأشعة الصادرة عن الشمس والمتجهة نحو الأرض. لا تصل معظم الطاقة الشمسية إلى الأرض حيث يضع منها في الفضاء الخارجي وبعضها تملك الغيوم أو هذا شو اسمه تعكس أما الأجزاء الذي يصل إلى الأرض فينعكس جزء منه يعود إلى الفضاء وجزء آخر يقوم بتسخين الهواء واليابسة والمحيطات. زي السؤال، لا مو سؤال، هذا تحترق أشعة الشمس الغلاف الجوي إلى الأرض ولكن بعضها لا يصل إلى سطح الأرض. هاي صورة تقريبا هذا سطح الأرض. هاي صورتها يعني تعالى نركز إن شاء الله. تبديل المناطق المختلفة إلى سطح الأرض في كمية تصلها من أشعة الشمس عندما على زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض حيث تتكون أشعة العود قوية وشقد تركز اختلاف طويل النهار يلعب اختلاف طويل النهار شاشة يصل إلى سطح الأرض كالكتلة شفية الغلاف الجوي يحتوي على غلاف الجوي على شوائب كالغبار الرملية والحسب وبخار البار. تعمل هذا الشروط على اختلاف كميات أشعة الشمس التي تصل عليها في اختلاف التعريض. تؤثر التضاريس في تبديل كميات الأشعة الشمسية الذي يصل إلى سطح الأرض بين منطقة أخرى. فهي الفساوح الجبلية تصل أشعة الشمس بشكل مائل، أما في المناطق الاستوائية تصل إليها أشعة الشمس بشكل عمودي طول السنة. ولهنا قراءة الصورة هي تقريبا تبديل مناطق سطح الأرض. قراءة الصورة هي يصل إلى الأرض جزء من الطاقة الشمسية وينعكس منها جزء آخر. ماذا يحتوي بقية هذا الطاقة؟ هاي صورتها غلاف الجوي الأرض. كل باقي مراجعة الدرس. هاي هي أفضل استمر رسوم بيانات الذي أشعر الكواكب في بس الأرض التي يعيش عليها الكواكب فيرد يتميز على بقية الكواكب الأخرى بشأن عدد من هذه المميزات. وجود غلاف الجوي يحيط على يتكون من الغلاف الجوي من 5 طبقات، وهي الأشياء التي تميز طبقة الغلاف الجوي على بعضها الاختلاف في أسباب الارتفاع. الطبقة الأولى الغلاف الداخلي تمتد إلى كبد سطح الأرض، أو الطبقة الثانية التي تميز غلاف الطبقة فتمتد إلى 50 كم إلى سطح الأرض. والطبقة الثانية هي الوسطى ترتفع إلى 80 كم عن سطح الأرض. هي الطبقة الرابعة أي غلاف الحراري ترتفع إلى 200 كم عن سطح الأرض. والطبقة الخامسة وهي الأخيرة وهي الغلاف الخارجي فترتفع إلى 480 كم على سطح الأرض، وهي مدن تمثل ارتفاعات طبقات الجو بينها كما موضوحة في الرسم للبيانات. تقريبا هاي 408 كيلو. لهنا وصلنا لنهاية الحلقة. لهنا وصلنا لنهاية الحلقة. إن شاء الله عجبكم. لهنا وصلنا ولا تريدون منا مقاطع جديدة لايك واشتراك. بعد السلامة.